السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم اكله جديده. هنعمل الممبار. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه قوي لكل الناس المبتدئه اللي مش بتعرف تطبخ. انا باكدلك ان انتي بعد الفيديو ده هتعرفي تعمليه من اول مره. يلا بينا نبدا. اول حاجه هجهز الخلطه بتاعتي. حله على النار ومعايا معلقه من الزيت ومعايا معلقه من السمنه. هخليهم يسخنوا. بصلتين كبار مقطعاهم. كده البصلة بتاعتي تمام. هبتدي انزل فيها الطماطم. وانا بس كان عندي طماطم مجمدة. هسيبها بقى تتسبك. كده خلاص الطماطم بدأت تتسبك. هضيف ليها معلقة صغيرة من الملح ومعلقة ممسوحة من الفلفل الاسود ومعلقة من الكزبرة الجافة وهضيف معلقة من بهارات المحشي. هو انا هضيفها لان انا بعمله بصراحة زي خلطة المحشي بالظبط. البهارات دي بتديني طعم حلو قوي للممبار. وهضيف بقى معلقة من بهارات اللحمة، بس معلقة صغيرة قوي. هقلبهم كويس واسيبها تتسبك قوي. كده خلاص التسبيكة بقت جاهزة. هضيف الرز مغسول متصفي كويس. وهنضيف الخضرة وهضيف معلقة من البهارات بس، وهقلبه كويس. نيجي لمرحلة الحشو. دلوقتي عشان نسهل لنفسنا الحشو ففي طريقة ان احنا نجيب قمع او ان انا اجيب ازازة زي كده وبقطعها واغسلها كويس جدا واعمل بيها. بركبها هنا كده. ثانية واحدة عشان هو مزفلط. وابتدي احشي. ده شكل الممبار خلاص بعد ما حشيته. لو واخدين بالكم انا مش حاشياه قوي. حاشياه حاجة بسيطة لان الرز بينفش في المية. هو كده جاهز لان هو يتسلق. يلا بينا نسلقه. دلوقتي جبنا مية وحطيناها على النار. خليناها تغلي. هي بتغلي بالشكل ده. هنزل بالممبار.
كده انا حطيت كل الكميه اللي عندي. هعلي عليها الميه، هعلي عليها سوري النار لحد ما تغلي، وبعد كده ههدي على النار خالص لحد ما يستوي. ده شكل الممبار لما خرج من النار. كده هنسويه، هنحمره. يلا بينا نحمره. طاسة فاضية واحط فيها كمية من الزيت تكون كويسة، يعني عايزاه هو مش غزير قوي ومش قليل قوي، عايزاه مظبوط. هنزل الممبار بتاعي. وده شكله لما جهز، شايفين؟ حلو قوي، متحمر وواخد وش كويس. ياريت لو عجبكم الفيديو تدعموني باشتراك القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا شير. اشوفكم في اكلة جديدة. باي باي.